والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. مرحبا وأهلا بكم متابعينا الأكارم في كل مكان في حلقة جديدة من المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بزميلي وضيفي الدائم الأستاذ أنس بيان. أهلا وسهلا. مرحبا بك عبد الرحمن، حياك الله. ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج اليومي، برنامج المسابقات الرمضانية تحت مسمى صحابيات. على عجالة كذا نذكر بطريقة سير هذا البرنامج وطريقة المشاركة فيه. سنطرح لكم سيرة أحد الصحابيات، وأول ما يتسنى لك معرفة هذه الصحابية نستقبل اتصالك ونشرف بسماع صوتك عبر الرقم الظاهر لك في الشاشة، وننوه بأننا نستقبل الإجابة فقط عن طريق الاتصال ولا نستقبلها عبر حسابنا في الفيسبوك، ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 يوميا. تفضل. حياك الله. طيب، صحابيتنا هذا اليوم يا أنس هي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي مات ولم يسلم، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل. فتوفي أبو طالب ولم يتزوج. أما زوجة أبي طالب فقد تزوجت وحسن إسلامها، وهي والدة لعلي بن أبي طالب وأم الرسول التي نشأ بين يديها بعد وفاة والدته آمنة بنت وهب. طيب، ذكرت كذا معلومات ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كافية أتوقع. نعم. هي زوجة أبي طالب عم الرسول، ووالدة علي بن أبي طالب، وأم الرسول التي نشأ بين يديها بعد وفاة والدته آمنة بنت وهب. طيب، أسلمت صحابيتنا الجليلة بعد 10 من المسلمين، وكانت 11 منهم، وهي الثانية من النساء بعد أم المؤمنين. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. وصلت اتصالات عبد الرحمن؟ وصلت الاتصالات واضحة، يعني الإجابة يا أنس. ناخذ أول اتصال، نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الاسم الكريم. معك سعيد خيري. أهلا وسهلا. من تكلمنا يا أستاذ سعيد؟ أكلمك من الرياض. حياك الله، أهلا بك وبأهل الرياض جميعا. هل تعرفت على الإجابة؟ والله إن شاء الله أنها الإجابة فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شكرا لك يا أستاذ سعيد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت ثاني. ألو السلام عليكم. ثاني اتصالاتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ معك عبد الرحمن الجبرتي من الرياض. عبد الرحمن الجبرتي من الرياض، يا أهلا ومرحبا. هل عرفت الإجابة؟ فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. مروة سعيد صالح من السودان. حياكم الله. مروة. أهلا وسهلا. هل تعرفتي على الإجابة؟ فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شكرا لكم أستاذة مروة، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. طيب، صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، حياكم الله. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ محمد أحمد من اسطنبول. محمد أحمد من اسطنبول، صح؟ فاطمة بنت أسد. صحيح محمد. طيب، الإجابة صحيحة، وشكرا لاتصالك يا حبيبنا، ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم، يا هلا والله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم. أبو ليلى من الرياض. أبو ليلى من الرياض. حياك الله، أهلا بأبي ليلى. هل تعرفت على الإجابة؟ أي نعم، الصحابية فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. أبو ليلى مين بس عشان ما نلخبط، عشان لا آخذ جائزة أنا. لا ما عليك، عندي أبو ليلى إيش؟
أبو ليلى سعيد من الرياض. ابو ليلى سعيد من الرياض، حياك الله. شكرا لك يا ابو ليلى، ويحالفك الحظ معنا باذن الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. صوت اخر. الو السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ عبد العزيز أحمد عبد العزيز من احمد. الرياض. اهلا وسهلا حبيبي عزوز. عرفت الاجابة؟ فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت اسد. شكرا حبيبي عزوز، وان شاء الله تفوز معنا اليوم. والى متصل اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ محمد برا زينو. محمد برا زينو. نعم. نطقي صحيح؟ طيب، من وين تكلمنا يا محمد؟ من سوريا. حياك الله، اهلا بك وباهل سوريا جميعا. هل تعرفت على الاجابه؟ فاطمة بنت أسد. فاطمه بنت اسد. شكرا لك محمد، ويحالفك الحظ معنا باذن الله. طيب صوت اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. اهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ عايشة برهان من اسطنبول. عائشة برهان من اسطنبول. يا مرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ اي نعم، فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومنها الى متصل اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ صالح من السودان. الاسم مره اخرى؟ خضرة صالح من السودان. خضرة صالح. خضرة صالح من السودان. خضرة صالح من السودان. خضرة صالح من السودان. جميل، وصل. شكرا لكم. هل تعرفتي على الاجابه؟ فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمه بنت اسد رضي الله عنها. شكرا لكم. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم من وين تكلمينا؟ صابرين حسن من الرياض. صابرين حسن من الرياض. أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ عرفتم الإجابة يا صابرين؟ والله ما ودنا الإجابة تروح يا أبو ليلى. اي والله، بدنا ندخل جميع استاذ. معليش لو تذكرين الإجابة بس. طيب لعلها ترجع لنا. نعم، وناخذ بعدها اتصال اخر. الو السلام عليكم. فوزية سعيد من الرياض. اهلا وسهلا. هل تعرفتي على الاجابه؟ فاطمة بنت أسد. فاطمه بنت اسد. شكرا لكم، ويحالفكم الحظ معنا باذن الله. طيب صوت جديد عبد الرحمن. تفضل. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن تكلمونا؟ رحمة حسين من السودان. رحمة حسين من السودان. اهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد. شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. والى متصل اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ الله يبارك فيك. معك مؤيد اسماعيل من اسطنبول. مؤيد اسماعيل من الإجابة هي فاطمة. نعم. تفضل. فاطمة بنت أسد. مؤيد اسماعيل من اسطنبول. شاكرين لك هذا الاتصال، ويحالفك الحظ معنا باذن الله. طيب صوت آخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. اهلا ومرحبا. الاسم الكريم من تكلمينا؟ ملك سعيد من اسطنبول. ملك سعيد من اسطنبول. يا مرحبا. هل عرفتم الإجابة؟
فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم. هالة الجبرتي من الرياض. الاسم مرة أخرى. أم هالة الجبرتي من الرياض. أم هالة الجبرتي من الرياض، حياكم الله. هل تعرفت على الإجابة؟ نعم، فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. طيب، منها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياك الله، يا أهلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا يا أبو صقر، كيف حالكم؟ والله بخير الحمد لله، أبشر. أعطينا الإجابة يا أسامة إدريس من اسطنبول. معك صديق البرنامج أسامة إدريس من السودان. ما شاء الله. أنت سافرت السودان ولا إيش يا أسامة؟ أعطينا الإجابة طيب يا أسامة. الإجابة هي فاطمة بنت أسد. الله يهديك يا أسامة، الله يهديك. طيب أعطنا الإجابة يا أسامة. فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شاكر اتصالك. أسامة إدريس من السودان ويحالفك الحظ إن شاء الله حبيبنا. استغفر الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معي؟ طيب لعلنا فقدنا الخط جليا. طيب لعلنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة. مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر.
على شبكة سلام الإعلامية. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير وعودا لاستقبال اتصالاتكم، ونذكر أن استقبال اتصالاتكم سيكون عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، وقيمة الجائزة $100 بشكل يومي. تفضل. طيب ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله حبيبنا الغالي. الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ صديق البرنامج عبد الرحمن أحمد من السعودية. أهلا. الإجابة فاطمة بنت أسد. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا لاتصالك حبيبي عبد الرحمن، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومن صديقنا المقرب إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الاسم الكريم؟ عبد الله الأهدى. حياك الله يا عبد الله. من وين تكلمنا؟ لا، من اسطنبول. منور البرنامج طال عمرك. نور نورك. الله يسلمك. هل تعرفت على الإجابة؟ اي، فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شكرا لك يا عبد الله، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن عبد الله الأهدل إلى صوت جديد. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. اسمك من وين تكلمنا؟ أحمد الطويل من اسطنبول. أحمد الطويل من اسطنبول. يا مرحبا يا أحمد. هل عرفت الإجابة يا حبيبي؟ نعم، فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شاكر لاتصالك يا أحمد، وإن شاء الله تفوز معنا اليوم. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أهلا. من معي؟ أنا اسمي أريج حمد. أريج أحمد ولا أريج حمد؟ أريج حمد. أريج حامد. أهلا أهلا يا أريج. من وين تكلمين يا أريج؟ فاطمة، اسطنبول. من اسطنبول. فاطمة كملي. فاطمة بنت أسد. شكرا شكرا يا أريج، وتفوزين معنا إن شاء الله اليوم. تابع نهاية الحلقة. صوت آخر. ألو، السلام عليكم. ما شاء الله، الله يحفظها أريج. وعليكم السلام. حياكم الله. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ محي الدين من الرياض. سلمى محي الدين من الرياض. يا مرحبا يا سلمى. هل عرفتم الإجابة؟ اي نعم، الصحابية فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد. شاكرين لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ فريدة سعيد من الرياض. أهلا وسهلا بكم. هل تعرفتي على الإجابة؟ نعم، فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شكرا لكم، ويحالكم الحظ معنا بإذن الله. وضيف آخر. ألو، السلام عليكم.
الرحمة. حياكم الله، أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن تكلمينا؟ رحمة محي الدين من السعودية. رحمة محي الدين من السعودية، يا مرحبا يا رحمة. هل عرفت الإجابة؟ فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. شاكرين لاتصالك والفوز بنصيبكم إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. حياك الله. الاسم الكريم؟ الله يكرمك. غانم زينو. غانم زينو. من وين تكلمنا يا غانم؟ من سوريا، من حمص. أهلا وسهلا بكم بأهل حمص جميعا، شرفتم البرنامج. هل تعرفت على الإجابة؟ الله يكرمك. نعم، فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شكرا لك ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ترقب نهاية الحلقة. ضيف آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ أنا اسمي عادل من الرياض. عادل إيش؟ عادل أحمد عبد السلام. عادل أحمد عبد السلام من الرياض. أهلا وسهلا يا عادل. هل عرفت الإجابة؟ فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شاكر لاتصالك حبيبنا عادل ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومن الرياض إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اسمعونا من التليفون يا إخوان. وعليكم. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ تعالى محمد نور كحسين جبرتي. أهلا وسهلا. هلا حسين. من وين تكلميني يا هلا؟ تالا. تالا. معليش يا تالا، أنا آسف. من وين تكلميني يا تالا؟ تالا حسين الجبرتي. من الرياض. تالا محمد نور. من الرياض. تالا محمد نور ولا؟ ايش اسمك؟ تالا ايش؟ تالا محمد نور. معليش، تالا محمد نور من الرياض. عرفت الإجابة يا تالا؟ فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شكرا يا تالا، ويا ليت تدقين علينا كل يوم عشان تصيرين صديقة البرنامج. تفوزين معنا إن شاء الله، وتابعي نهاية الحلقة. بنت تالا إلى من يا أبو ليلى؟ ناخذ الاتصال. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا مرحبا وأهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ لدن بدري من جدة. لدن بدري من جدة. أهلا ومرحبا. هل عرفت الإجابة يا لدن؟ أعطينا الإجابة يا لدن. طيب لعلها تتأكد من جودة النت عندها وجودة الاتصال. ما بدنا والله يا إخوان نفقد أي اتصال يعني، فكونوا حريصين في هذا. الإجابة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. شاكرين لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وصل الاتصال. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ ألو. طيب فقدنا الاتصال. طيب ناخذ اللي بعده على طول. في ضغط يظهر لي اليوم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. شدن بدري من جدة. شدن بدري من جدة. أهلا. شدن بدري من جدة. أهلا ومرحبا يا شدن. هل عرفت الإجابة؟ أيوة طبعا. السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. ما شاء الله عليها. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. طيب لعلنا نذكر مشاهدينا الكرام بآلية المشاركة في هذا البرنامج.
عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100. وأيضا نذكر بأن نستقبل فقط الاتصالات ولا نستقبل الأجوبة عن طريق حسابنا في الفيسبوك أو البث المباشر عبر قناتنا في اليوتيوب. ونذكر جميع الفائزين الأسبوعين الماضيين أو هذا الأسبوع مع حلقة اليوم بأن يتواصلوا مع رقم القناة بحيث يستلمون الجائزة. استلم الاتصال يا أبو ليلى. شاكر لك يا أنس. ناخذ اتصال أو لم يجهز بعد؟ طيب لأننا نذكر بعض من سيرتها العطرة. المتابعين اليوم ما أعطونا فرصة ما شاء الله تعرفوا عليها سريعا. أي نعم. فدعنا نذكر أنها الثانية من النساء بعد خديجة بنت خويلد زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ممن هاجروا إلى المدينة، وتوفيت في السنة الرابعة من الهجرة ودفنت في مقبرة البقيع. طيب أيضا كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على قدميها. يا ساتر. يعني الآن لو مثلا قلنا لك روح الصين 10 ساعات بالطيارة تتضجر. أي نعم. أي. فما بالك أنها هاجرت إلى رسول الله من مكة إلى المدينة على قدميها. ويذكر أنها كانت من أبر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نستقبل أو هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. من معي؟ صديق البرنامج. أيوة أصدقاء البرنامج يا حبيبي. من معي؟ ياسر. حياك الله يا ياسر، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة يا ياسر؟ فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. ياسر إيش؟ ياسر محمد. ياسر زعلان علي ياسر، ما عرفت اسمه. حقك علي يا ياسر. ياسر محمد من الرياض صحيح؟ ايوه. شكرا يا ياسر، ودق علينا ان شاء الله كل يوم، وحياك الله. طيب من ياسر الى متصل اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا. الاسم الكريم، من تكلمنا؟ محمد بيان من الرياض. محمد بيان من الرياض، اهلا ومرحبا. هل عرفت الاجابة يا محمد؟ فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. شكرا لاتصالك حبيبنا محمد. تريد أقول لها وحشة اليوم؟ دق إن شاء الله. أسمع صوتها قريبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. من معي؟ تولين. أهلا يا تولين. عرفت الإجابة؟ تولين أحمد من الرياض صحيح؟ أي. بنت أسد. قالت فاطمة بنت أسد. حتى لو غلط مشي. سمي طامرك. شكرا لاتصالك يا تولين، وتدخلين معنا السحب وفالك الفوز ان شاء الله. هذا على طاريها تولين. اي والله. صوت اخر. الو السلام عليكم. روتين ما عاد صارت تدق. ايه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياك الله. اهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ عبد الرحمن سعيد من اسطنبول. عبد الرحمن سعيد من اسطنبول، اهلا ومرحبا. هل عرفت الاجابة؟ اي فاطمة بنت اسد. فاطمة بنت اسد. شاكر لاتصالك، وباذن الله يكون الفوز من نصيبك. ومتصل اخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اسم الكريم؟ محمد من الرياض. هالة محمد من الرياض. فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. شكرا يا هالة، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. طيب صوت آخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليك يا غالي. الله يحييك والساعة المباركة. هل عرفت
جمال أبو بكر عبد الله من السودان. جمال أبو بكر عبد الله من السودان، يا مرحبا، حياك الله وحيا الله أهل السودان كلهم. الإجابة الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شاكر لاتصالك حبيبنا، وبإذن الله الفرحة من نصيبك. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. معنا الاتصال. ألو السلام عليكم. الو، أهلا وسهلا، الاسم الكريم. جميلة علي. أهلا وسهلا، من وين تكلمين يا أستاذة جميلة؟ من الرياض. حياكم الله، هل تعرفت على الإجابة؟ ايوه، تفضل. فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شكرا لكم، ويحالفكم الحظ ويكون الفوز من نصيبكم بإذن الله. ومنها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ معكم مريم سعيد. تفضلي. أيوه، مريم سعيد. فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد. مريم سعيد، من وين تكلمينا؟ من الرياض. أهلا ومرحبا بك وبأهل الرياض، شاكرين اتصالك، وبإذن الله الفرحة من نصيبكم. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، الاسم الكريم. خالد القطب. أهلا وسهلا بك يا خالد، من وين تكلمنا؟ من اسطنبول. حياك الله، هل تعرفت على الإجابة؟ نعم، فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شكرا لك يا خالد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. نورتنا والساعة مباركة والله يا أبو خلود. صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا ومرحبا، الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ صابرين حسن من الرياض. صابرين حسن، عادة يا مخرج. الإجابة فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شاكرين لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومنها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا هلا، الاسم الكريم. معك عبد الرحمن برهان من اسطنبول. أهلا وسهلا بك، هل تعرفت على الإجابة يا عبد الرحمن؟ اي نعم، الصحابية فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد، شكرا لك ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. يا الله، عبد الرحمن برهان، الساعة مباركة والله يا أخي. طيب، صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا، الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ خديجة أحمد من مصر. خديجة أحمد من مصر، أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ نعم، فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، شاكرين لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الاسم الكريم. خالد جمال من الرياض. خالد جمال من الرياض، حياك الله يا خالد، عرفت الإجابة؟ فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد، شكرا لك يا خالد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. الو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أهلا ومرحبا، الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ الله يحييك، معك منصور زينو من السودان. منصور زينو من السودان، حياك الله يا منصور، عرفت الإجابة؟ بإذن الله السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فاطمة بنت أسد، شكرا لاتصالك منصور ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا، تفضل، اسم الكريم. مالك إسلام من اسطنبول. مالك إسلام من اسطنبول، حياك الله يا مالك، عرفت الإجابة؟ نعم. تفضل. السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. ما شاء الله، ما شاء شكرا الله. شكرا شكرا جزيلا لك يا مالك، وآخر جمعة الأحباب
عودوا وكان هذا هو العود. شكرا لكم متابعين الأفاضل، كان هذا آخر اتصالاتنا لهذا اليوم. فاصل قصير ونعود إليكم مع السحب، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلامي. أطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير متابعينا الأكارم في كل مكان، وإلى آخر فقراتنا لهذا اليوم والسحب على الفائز معنا. طبعا الجائزة الإجابة كانت فاطمة بنت أسد، وجميع الإجابات كانت صحيحة والحمد لله. السحب عندك يا أنس، تفضل. توترت عبد الرحمن، ضيعت الإجابة. طيب السريع كذا المسلو أساس نعلن الإجابة عرفت سريعا اليوم، ما أخذنا وقت. أيوة ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضل. طيب نعلن الفائز معنا لهذا اليوم. توقعاتك عبد الرحمن؟ والله صاحب الحظ والنصيب كما نقول عادة. تفضل. والله يا أخي نتمنى زي ما ذكرنا سلفا أن نفوز جميع الإخوان صراحة، لكن الليلة
الليلة الفائز يا عبد الرحمن نعم أحد أصدقاء البرنامج. ما شاء الله من أول والله. أي والله. عبد الرحمن أحمد ما شاء الله من السعودية. يستاهل ألف مبروك صديق البرنامج المقرب وحبيبنا عبد الرحمن أحمد علي، الفوز بجائزة قيمتها $100. كذا بنفقد عبد الرحمن، والله ما ادري نفرح لفوزه ولا نزعل لفقده. والله يا اخي انا اشوف انه يدق يشارك بس ما يدخل السحب. يدق يسلم علينا. الله يكرمك يا عبد الرحمن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة وحسن المشاركة، وسعيدين صراحة جدا بسماع أصواتكم، لكن الشكر أيضا يصل لعبد الرحمن المبدع المتألق دائما. شكرا لك عبد الرحمن. شاكر لك يا أنس. الشكر لكم أنتم أيها المشاهدين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة. أخيرا هي العشر الأواخر فاغتنمها وبع هذه الدنية واشتريها. نلتقيكم في حلقات قادمة في نفس الموعد من كل يوم مع بداية الأسبوع المقبل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا